بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أحسن أخوات في الدنيا طبعا وأحسن متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة أنا عملتها قبل كده في فيديو موجود عندي على القناة، بس أنا قلت أنا بعمله فأصوره لكم وفي الإعادة إفادة. هنعمل مع بعض الفول المدمس. أنا متعودة إن أنا بعمله في البيت على طول، يعني انتوا لو دخلتوا عندي القناة هتلاقوه ان انا عاملاه وان انا بعمله على طول عندي في الفريزر بتاعي على طول، دايما موجود عشان الفطار. لكن ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان يا رب، آم، ويعيدوا عليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا انا بعمله عشان السحور. فدلوقتي انا اشتريت الفولة اللي هي البلدي الفاتحة. الفول البلدي بيبقى جميل جدا وفي التدميس بيزيد وبيبقى حلو قوي. فانا بصراحة اشتريت كيلو فول. قلت هعمل اول ما يخلص هكون جايبة تاني قبل ما يخلص ان شاء الله، واعمل تاني مفيش مشكلة. انا لازم الفول يبقى عندي في الفريزر دايما، آه، يعني لأي وقت محتاجاه، فطار عشاء أي حاجة فبيبقى موجود عندي على طول. أنا هنا غسلته غسيل كويس جدا ونقعته، حطيته في بولة كبيرة أو في طبق يعني كبير، على أساس إن هو طبعا مع النقع هيزيد. فحطيته من الأول في حاجة كبيرة يعني، وزودت المية تبقى كتير عليه. آه، وبنقعه مدة يعني أقل حاجة 6 ساعات. ممكن من بالليل زي ما أنا عملت كده نقعته بالليل لتاني يوم. في الفترة دي يعني كل شوية بغير المية بتاعته، ما بتبقاش المية بسيبها على طول، لا بغيرها. ما شاء الله الفولة زادت، ده كان تاني يوم الصبح. الفولة بقى زادت وبقت زي الفل ما شاء الله تحفة. وزي ما قلت لكم المية غيرتها اكتر من حوالي 3 4 5 مرات، يعني على قد ما تقدري. دي الاضافات بقى اللي انا بزودها على الفول، وهي دي طريقتي في عمل الفول على طول يعني. يعني انتوا لو رجعتوا للفيديو اللي انا عاملاه قبل كده هتلاقوا نفس الطريقة. فول مجروش، انا عملت كوباية فول مجروش ونقعتها حوالي نص ساعة او ساعة، وغسلتها كويس طبعا ونقعتها. وكوباية عدس، ودي حبيتين طماطم كبار، وكمان 3 4 فصوص توم، انا بصراحة بحبها كده. ومعايا هحطه بقى في حلة لان عندي الفوالة مش هتاخد كمية الفول كلها بالاضافات بتاعته. فعشان كده هعمله في حلة يعني. برضو انا لما بتبقى الكمية دي بس بحطه في حلة على طول يعني. هنا طبعا صفيت المية اللي على الفول، غسلته غسيل كويس برضو تاني وصفيته، واخدت منه حوالي تلته، ده حوالي تلت كمية الفول. اخدتها حطيتها في بولة تانية، حطيت تحتها منديل وحطيت الفول، وهغطيه كمان بمنديل. ده ليه؟ لان انا هسيبه عشان يطلع اللي هي النبتة بتاعته، لان ولادي طالبين ان انا اعمل لهم الفول النابت. ده ان شاء الله هنعمله في فيديو لوحده. فغطيته وهاحطه بقى في فرن البوتاجاز، أو في أي مكان يعني مقفول، يعني عشان خاطر إن هو تنبت بقى براحتها يعني. يوم 2 هتلاقيه زي الفل، هتعمليه يعني على طول. الفول بتاعنا بقى زي ما قلت لكم انا كنت صفيته وحطيته بقى في الحله اهو، وهحط عليه الاضافات بتاعته اللي هو الفول المجروش. انا طبعا كنت صفيته وغيرت الميه بتاعته كمان. الفول اللي هو المجروش ده او اللي هو من غير قشر. وهنزل كمان العدس غسلته كويس وحطيته كمان، وهنزل الطماطم والثوم. في إضافة أنا بصراحة مش متعودة عليها، يعني دي أول مرة استعملها، وبصراحة النتيجة بتاعتها طلعت حلوة قوي قوي، اللي هي معلقة بابريكا. حطيت عليه معلقة بابريكا، وهحط عليه بقى المية وهحطه على النار. طبعا هقلبه كويس الأول وبعد كده هحطه على النار عشان خاطر يبدأ بقى التسوية بتاعته او الغليان. زي ما انتم شايفين انا حطيته، وكمان برضو لما حطيته في الحلة حطيت الحلة اكبر من كمية الفول بتاعتي، عشان لما يستوى ويزيد يبقى فيه مساحة في الحلة. وكمان حطيت كمية مية كبيرة على اساس ان هو آه لو احتاج مية ازوده مية، لكن المية اللي هزود الفول بيها طول ما هو بيستوى هتكون مية مغلية. ما تكونش ما نزودش الفول ميه بارده ابدا، لان ده بيأخر في عمليه التسويه.
فهحطه بقى على النار دلوقتي اهو. زي ما انتم شايفين انا حطيته على النار لغاية ما غلى. الوش اللي هي الرغاوي بتاعته دي انا بشيلها. فيعني بصراحة باشيلها، مش باحب اسيبها يعني. فدلوقتي هاسيبه يغلي، وهاشيل الوش بتاعته أو الرغوة بتاعته دي هاشيلها، وهاسيبه يغلي حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، لأن أنا ضامنة إن أنا حاطة مَيّة كتير. وبعد كده هاهدّي عليه النار خالص، زي اللي هو أكني بلدّن الرز. ما شاء الله استوى، وما شاء الله شايفين الحباية بتاعته استوت وبقت زي الزبدة على نار هادية خالص. واللون بتاعه بجد تحفة تحفة، يعني كهرمان كده، لونه جميل قوي قوي، عجبني جدا. يعني معلقة البابريكا بصراحة كانت إضافة مفيدة. شيلته بقى، سِبته لمّا هدا طبعًا الأول. يعني أنا ما عملتوش سُخن بصراحة. لو عندِك هاند بلندر بتعمليه على طول ما بياخدش معاكِ حاجة، لكن أنا سِبته بصراحة لمّا هدا عشان أعمله في الخلاط ما يبوظش الخلاط. ضربته في الخلاط لإن ولادي بيحبوه. ما بيحبوش بصراحة الفولة كاملة كده، بيحبوه مهروس. فضربته بقى في الخلاط. زي ما أنتم شايفين أنا جِبت كوباية أو مَج كبير، وحطيت فيه الأكياس عشان أسهّل عليَّ يعني الموضوع. وبعدين ضربته زي ما أنتم شايفين تقيل. يعني الكيس ده أنا هاعمله على يومين، لإن هو فيه كمية كبيرة. لمّا هاجي أعمله هازوّده مَيّة عشان هيبقى تقيل أوي. زي ما أنتم شايفين هو تقيل عامل إزاي. فطبعًا لمّا هاجي أسويه بقى أو هاجي أستعمله هازوّده مَيّة. فالكيس ده ما شاء الله كمية كبيرة. يعني هيبقى معايا بصراحة، هيكفّيني أنا والولاد يومين بصراحة يعني. فعملته أهو الأكياس، طبعًا في أكياس تلاجة. أنا كان عندي الأكياس تلاجة كبيرة، فطلبت من ابني إن هو يجيب لي أكياس تلاجة صغيرة. فبصراحة جاب لي الأكياس دي، وطلعت اللي هي الأكياس بتاعة الفول. يعني هو راح يجيب لي أكياس تلاجة صغيرة جاب لي دي. فبصراحة يعني كانت مفيدة، كانت حلوة. ضربت بقى كمية الفول اللي معايا، ودي كانت آخر كمية معايا. دلوقتي باوريكم إن هو ما شاء الله يعني مفيش أي حاجة لازقة في الحلة. الحلة زي الفل من تحت، مفيش حاجة اتلسعت مني ولا أي حاجة. زودته فعلا مية سخنة أو مية مغلية عشان خاطر عشان أكمل تسويته. وهنا برضو زودت شوية مية عشان كان تقيل على الخلاط. الكمية كانت يعني بصراحة كانت هتبقى تقيلة على الخلاط، فزودتها شوية مية. وزي ما انتم شايفين الحلة معايا زي الفل، مفيش أي حاجة لازقة، مفيش أي حاجة شاطت، مفيش أي حاجة اتحرقت. يعني بصراحة كان جميل جدا. وهي دي طريقتي في عمايل الفول. يا رب تعجبكم، تجربوها وتعجبكم. واللون لغاية آخر حباية تحفة تحفة، والله العظيم تحفة بجد. مش هتحتاجي بقى لا تحطي أي إضافات، لا رز ولا قمح ولا حتى دقيق. أنا شُفت حد بيحط دقيق، وشُفت رز، وشُفت لأ بجد والله العظيم من غير أي إضافات. وتحفة تحفة تحفة، جربوه هيعجبكم جدًا جدًا. ده كان الفيديو بتاعنا في قناة أم طارق وعمايل إيديها. وهنا باوريكم إن هو الفول أنا هرسته بس بالشوكة وشوية كمون وملح وليمونة ومعلقتين زيت. وبصراحة زي الزبدة طعمه عسل. ودي الكمية بقى اللي معايا هاحطها بقى في الفريزر. وده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسوش اللايك وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وتشجعني إن أنا أعمل لكم فيديوهات جديدة في قناة أم طارق وعمايل إيديها. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.